السلام عليكم. معكم رضوان أوري، رئيس جمعية منتدى رؤية أكادير التنمية الاجتماعية. الجمعية اللي هي كتضم المرشدين السياحيين ذوي الكفاءات الميدانية، كذلك الكاتب العام للمكتب النقابي لذوي الكفاءات الميدانية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقبل ما ندخل في الحديث كنحيي يعني القادة ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاحتضان ديالنا وكذلك يعني الدفاع على هذه الفئة هذه اللي صراحة يعني مهمشة منذ سنوات عديدة. بخصوص يعني الأشكال النضالية اللي خاضتها الكفاءات الميدانية احتجاجا على الإقصاء الممنهج في المباراة الأخيرة سنة 2023 اللي نظمتها المندوبية الجهوية السياحة مدينة أكادير، واللي كانت صراحة يعني أول مباراة كتعرف اللامركزية. وفعلا كانت يعني واحد المباراة يعني احنا قلنا بأن صافي يعني جا الإدماج، جا الإنصاف لهاد الفئة هادي اللي كانت كتعيش التهميش والحيف والإقصاء وكامل يعني أشكال ديال المضايقات والتضييق، رغم يعني أنهم يعني ما كيديروش حتى شي حاجة اللي هي خارجة عن نطاق القانون، إلا يعني وأنهم يعني كيخصهم فقط الاعتراف بالحقوق ديالهم. كانت المبادرة يعني ديال جلالة الملك وفعلتها وزارة السياحة كما كتقول، يعني كيقول النص ديال المباراة تيقول لك: وتفعيلا للخطاب الملكي السامي من أجل منح الأشخاص الذي توفر تجربة في القطاع الغير مهيكل فرصة للاندماج في القطاع المهيكل، إلا وأن المباراة يعني شابتها خروقات، وكانت فقط مباراة يعني شكلية يعني وكانت فيها يعني مجموعة ديال الخروقات ضمنها الزبونية والمحسوبية وإعطاء فرص للدخلاء وإقصاء أبناء الميدان الحقيقيين. حتى من بعد يعني الإقصاء الممنهج لهذه الكفاءات هذو اللي صراحة يعني خارجين للشارع، مباشرة بعد الإقصاء تم تأسيس الجمعية ومكتب نقابي من أجل يعني الحوار. يعني كان الهدف ديالنا في الأول هو الحوار. يعني السلطات المحلية صراحة أنا كنشكرهم على انتهاز سياسة الحوار والانفتاح وخدمة المواطن صراحة. واخا يعني كان بعض المرات كنتواجهوا معاهم يعني في الميدان، ولكن كنشوفوا ديما الجانب الزوين اللي هو الحوار ديالهم، واستدعوا المندوب الجهوي للسياحه يعني من اجل ايجاد حلول جذريه، الا وان المندوب الجهوي للسياحه باقي كيتعنت، يعني كيقول قدام السلطات المحليه بانه ما كاينش حل ما كاين والو. كذلك يعني خد مجموعة ديال الوقفات أمام المندوبية الجهوية للسياحة، إلا وأنها تقابل بالأذان الصامة. كيفاش مندوب جهوي للسياحة كيمثل السيدة الوزيرة على الصعيد الجهوي والمستوى المحلي ما قدرش يعني يفعل الدور ديالو؟ وخصوصا السيدة الوزيرة اش كتقول؟ قالت لها مؤخرا داخل قبة البرلمان السؤال اللي تعطى كيفاش وزارة السياحة كتشتغل على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتقليل الإضرار على المواطن. وصرحت السيدة الوزيرة المحترمة قالت بأن وزارة السياحة يعني كتفعل الآن يعني لا مركزية والتمركز، وكذلك على كتفعل كذلك المركزيه واللامركزيه والتمركز، ما بقاش حتى شي حاجه عندها علاقه بالاداره المركزيه، وبان المندوبيات الجهويات للسياحه هما الجهه الرسميه اللي كتعطي تراخيص مهن سياحيه وضمنها مهنه المرشد السياحي. السيد المندوب الجهوي للسياحه يقول لك هادشي ما كاينش، واخا تصريحات داخل قبه البرنامج. واش حنا نكذبوا التوجيهات الوزاريه ونطيقوا السيد المندوب؟ انا كاين واحد التلاعب ما فهمناش صراحه. واخا نجيو مؤخرا جلاله الملك كيدير واحد التوجيه سامي وقال فيه بان يعني خص تفعل الجهويه المتقدمه. كنخليو واحد علامة الاستفهام: علاش التوجيهات الملكية السامية ما كتاخدش بعين الاعتبار، علما أن صاحب الجلالة هو أعلى سلطة في البلاد، هو أمير المؤمنين، هو رئيس الدولة، يعني ما كتفعلش. وصراحة يعني خص يكون واحد يعني واحد مسؤول على الصعيد الجهوي اللي هو السيد ممثل صاحب الجلاله هو السيد الولي جاسوس مسا، وخصو يتدخل في هذا الملف هذا ويفعل اللامركزيه والتمركز والتوجيهات الملكيه الساميه. المغرب يعني كنشوفوا يعني كاين واحد التقدم يعني ملحوظ، وشنا يعني المشاريع الملكيه في جهه سوس مسا وخصوصا مدينه ديال اكادير. صراحة يعني الاستثمار يعني في البنية التحتية شيء مهم جدا، ولكن الاستثمار في العنصر البشري راه أهم جدا. ومن هنا كنوجه رسالة للسيد والي جاسوس مسا بأنه ولابد خص يلقى حلول، ماشي غير لينا حنا، لجميع الفئات الاجتماعية الهشة اللي كتخرج الشوارع كتحتاج.
ولهذا راه هذه هي خدمة المواطن، هذه هي خدمة المواطن. بالنسبة للأشكال، الرجوع على الأشكال يعني الاحتجاجية اللي خضناها بعد يعني التجاهل والإقصاء والتهميش يعني والتعنت والبيروقراطية، يعني نظمنا واحد اعتصام ومبيت سلمي أمام مندوبية الجهوية للسياحة. دخلت السيدة القائدة المحترمة، قالت بأن يعني غيكون واحد الحوار، واستدعت المندوب وجا لأي المكان أمام المندوبية، وتجمعوا قالوا بأن راه غيكون واحد الحوار. من بعد غير هدأ المندوب الوضع، من بعد يعني ما كاينش حوار. قابلنا السيدة القائدة قالت لك اودي السيدة راه كيقول لكم ما كاينش الحل، صافي. من بعد يعني شعرنا السلطات المحلية بأن راه غيكون واحد الاعتصام مبيت أمام مندوبية جواز السياحة. فعلا مشينا، حطينا المسائل ديالنا، جلسنا حدا المندوبية، ولكن بالليل تواجدنا مع السلطات الأمنية والمحلية اللي صراحة هما وضحوا يعني التدخل ديالهم. قالوا بأن فاش كتسد الإدارة راه كنكونوا محسوبين على السلطات المحلية والأمنية حفاظا على السلامة ديالنا حنا كمعتصمين في هذه المنطقة هذه. المهم كانوا بعض المشادات كلامية وكذا، يعني كتعرف واحد الفئة اللي كتكون مهمشة ومقصية، كتكون مشحونة شوية، كتدافع على الحق ديالها وكتشوف يعني ما كاينش الإنصاف، ما كاين والو، ضروري كيكون واحد الشيء الانفعال والغضب وكذا. ولكن يعني دوك المواجهات تيكون داكشي عادي جدا. الحمد لله دازت الامور بسلام، تفهمنا وتفهمونا وكيتمنوا لنا خير، حتى حنا كنتمنوا لهم خير. المهم بالنسبه للمندوب الجهوي للسياحه، كيأجج يعني السلطات الامنيه والمحليه والناس يخرجوا للزنقه وتابعينا وكذا، وتقول حنا واش كاين في كوريا الشماليه. ايوا حنا ما كنطلبوا منك الامتيازات ولا هذه الفئه هذه كتطلب بالسكن ولا كتطلب بالدعم اللي كتبغي تعطيونا، داكشي حنا ما عندنا ما نديرو به. الناس كتطلب الاعتراف بالحق ديالها، الناس عندهم مبادئ، صافي. ما تيقلبوش على الدعم، ما تيقلبوا على السكن، ما تيقلبوا على حوان، ما تيقلبوا على والو. السلام عليكم اخوتي احبتي. اول شيء كنشكر سي بحني الاهتمام ديالو بالمجال الحيوي ديال مدينه اكادير المدني. كنشكر السي فيصل اللي كيستضفنا في هذا المحل ديالو ديال الجل، اللي من احسن المحلات ديال سوق الحد. عمر نويب، ولد قلميم، جينا لاكادير في 77، استقرينا ندخلوا بوليزاروكس على طنطان والاسا. والوالد الله يرحمه كان عايش في فرنسا، دانا ينزكان، عشنا في ينزكان، قرينا في المنصور الذهبي، خديت الكاتريام في المنصور الذهبي، مشيت خديت البكالوريا في حمول في طواكي. ومن بعد خديت السنه الثانيه في الكليه ديال اكادير، ومن بعد درت المجال الفلاحي. حنا كانوا واحد المجموعه ديال النكات اللي خصني نقولهم، ان الوالدين ديالنا ما كانوش كيسدوا الباب. كنا ساكن في زكان هيك الساعه مسدوره طراست. ملي كتجي من المدرسه ما كتلقاش الوالده ديالك، كتمشي عند الجاره كتقول لها قالت لي امي خليني عندكم، كتستقبلك زيت العود اتاي، كتنعس تماك عندها. الوالده جات ولا ما جاتش كتبقى عندها في الدار. العمل الجمعوي انا بديته في الثمانينات. كان صديق ديالي اللي هو صديق كبير ديالي هو خالد العثماني، خو سعد العثماني، كان ساكن في زنقه المدارس، حنا مسكينه ما كنتفرقوش انا وياه. وكنت من المؤسسين مع الاخوان كاملين يتيم، وهذا الله يرحم اللي مات والله يطول العمر اللي باقي عايش. وكنت مسؤول اجتماعي ديال انزكان دشيره. كنا كنمشيو كنقلبوا على الناس اللي ما فحالهمش، كنجمعوا القفاف وداك الشيء. من بعد دابا اللي خدمت هنا، وتلاقيت مع مجموعه ديال الاخوان فاعلين جمعويين، منهم سميد الله يرحمه، منهم حميمو، منهم صنهاجي، الاخرين نسيت الاسماء ديالهم. بدينا في الاول ملي كانت الكارثه ديال الزلزال، مشينا لتافين قلت كنا كنديو الفروماج السرديل وداك الشيء. من بعد كنديو الماكله. واحد النكته غنقولها لكم، كان عندنا واحد السيد كنقلبوا شي محل نجمعوا فيه، واحد السيد عطانا المحل ديالو كان كيكريه، قال لك ودي غادي نحبس الكرا ديالو ونعطيه لكم. واحد المره كنا كنجمعوا داك الروز وهذا، جا واحد السيد مسكين بالطوموبيله ديالو عنده اينوج مابيل، حل الكفر الكاميله الكاسرونات وداك الشيء، قال لي راه تهزيت مع المراه. لان باش تفهموا واحد القضيه، اي دار دابا في اكادير عنده 70 كاسرونه، 50 كاميله، 20 كوكوت محطوطين تماك كيدبالوا. الوغ كو كاين واحد المجموعه ديال الناس في الجبال نواحي ديال اكادير كتلقى عنده كاسرونه وكاميله. مشينا في مودر مثلا، عندنا واحد المجموعه ديال الناس ديال تما الساكنه ما لقاو فاش يطيبوا. مشينا عند شي ناس عنده حصيره وجوج مخاد،
دونك انا اللي كنطالب المجتمع ديال اكادير، الناس ديال اكادير، انه يخوي شويه الدار، ينقي شويه الدار ديالو. كتلقى عنده ماريو اكثر من سوق الحد، المراه كتلقى عندها ماريو ديال الزيوفه وديال التخربيقات. عليا حنا بدينا العمل الجمعوي في الاول في تافينكول، تفرقنا داكشي ديال الماكله في تافينكول ديال الزلزال. كنا قبل ملي كان الكوفيد، انا درت واحد البادره ديال الاكسجين، كنفرقوا لي ماشين ديال الاكسجين. وما بغيتش نذكر السميات لان المجموعه ديال الاخوان اللي عاونوني ما بغيتش نذكر السميات، ولكن واحد اللي غنذكر السميه ديالو الله يرحمه، السي تازي، صون عليا في التليفون قال لي عمر سير للبلاصه الفلانيه خذ 6 المليون، كل ماكينه كدير 2 المليون. دابا وصلنا 16. للاسف واحد المجموعه ديال الناس داوهم ما رجعوهمش. عندنا الكراسي المتحركه، عندنا العكاكيز. المبادره الاخرى اللي درنا اونصوم مع السي حميمو هذا، كنا كنفرقوا الماكله في الكوفيد. علاش؟ لان الكوفيد ملي كان هذوك القهاوي كلهم سدوهم، بقاو هذوك المتشردين ديال الزنقه ما لقاوش ما ياكلوا. عطانا السي فيصل المقهى ديالو اللي في افريقيا قدام القنصليه ديال الفرنسيه، كنا كنصاوبوا لي غوسيت للناس، كنفرقوهم في مخبيين، كنفرقوهم واحد المجموعه ديال الاخوان بالسيارات ديالهم والمطر ديالهم. في الاخر اتصلوا بنا الناس ديال الولايه مدام بالكيران، عطاونا واحد المحل في العمره في العراق، وواحد اخر واحد التفرنوت. استقبلنا تقريبا اكثر من 80 ديال الدراري الصغار اللي كانوا متشردين. كانوا الناس اللي كاين بعض الناس اللي مع الكوفيد سدوا الطرقان، الا عقلتوا الكار ما كيمشيش. شدينا شي ناس اللي مساكن كانوا خدامين ما لقاوش فين يمشيو، وجلسوا معنا. درنا واحد الورشه ديال الحلاقه، كنحلقوا لدوك الدراري، كندوشوا لهم ناشطين، كنديروا الحفلات معاهم. كان سي طه، الحاج طه اللي كاين في فوتسال، كنخدموا بحال الحماق. كان يكسع ممنوع الخروج، ولكن حنا عندنا رخصه ديال الخروج. كنجلسوا تما حتى ل2 ديال الليل في رمضان، كنقعدوا مع هذوك الدراري. ولله الحمد كاين اللي كان كيضرب سيليسيون وكل شيء، رجع بدا كيعرف شنو هو الواقع ديال المدينه. دونك من غير هاد المبادره، درنا المبادره ديال دونك عندنا الاكسجين، عندنا ديال تافين قلت داك المسائل اللي كنفرقوا، ودرنا القفوف ديال رمضان كان 18 ديال 15 درهم. وكنشكر المجتمع الفلاحي ديال اكادير اللي ملي عرفوني في هاد لا سيتياسيون كيجيبوا لي الصناط ديال الليمون، مطيشه، الفلفله، ما لقيناش فين نحطوهم مازال. كنديو للناس في سيدي يوسف بن سرقه، وكنديو من الخنشه كندقوا عليه. عرفنا عطاونا الاسماء ديالهم. كيبدا يبكي. في ليله 27 فرقنا تقريبا واحد 70 دجاجه، وديناها للناس اللي ما عمرهم حلموا يدوزوا ليله 27. انا اللي كنطالب من هذا المنبر هذا انه خصنا نتعاونوا بيناتنا. الوالده الله يرحمها كنا ساكنين في زكان، كنا واحد البلاصه مسدوده فيها شي 10 ديال البيوت. كتقول لك الوالده الا درتي الشوا ولدي خص ياكلوا 2 على اليمين و2 على اليسار. وكنت انا وخويا الاكبر مني كنمشيو للمرسى ديك الساعه ما كانش عندها الباب، كندخلوا كانوا هذوك الناس ديال المرسى كيجنيو كيصيدوا السرديل، كيعمروا الصناديق ديالهم وكيعملوا حنا السطوله، كنرجعوا للدار في ينزكان. والوالده مسكينه كدوز ساعتين كدير كل خرشه كدير فيها شويه ديال السرديل. الحي كله كياكل السرديل مشوي طيب. هيك الساعه ما كناش كانوا دوك الفرارن ديال الحي، كدير السرديل في الطاوه كيصاوبوا لك وكل شيء. دونك الله يخليكم سيدنا الله يرحمه وسيدنا الله يشافيه كيقول بان راه التضامن الاجتماعي هو اللي غادي يمشي بينا بعيد، ما نحولوش على الدوله. السلام عليكم. معكم الحميد عبد الفتاح رئيس جمعيه الخير ديال المركب التجاري سوق الاحد. كما كيعرف الجميع يعني مغاربه او اجانب، المركب التجاري سوق الاحد هو واحد السوق من اكبر الاسواق اللي كتواجد على يعني بافريقيا وعلى الصعيد العالمي. المركب التجاري اللي يعني المساحه ديالو كتراوح واحد 13 هكتار، واحد تقريبا 15 ديال الابواب المداخل ديالو. المركب التجاري اللي عرف واحد اعاده الهيكله يعني جذريه بدات من 2000 تقريبا و13 الى حد الساعه. باقي المركب التجاري يعني كل مره يعني كيصوبوا فيه واحد المنطقه او واحد القطاع. كاينين بعض المشاكل اللي ما غاديش نذكروها، مشاكل اللي خصها تحل. ابرز هذه المشاكل كتحدث على الاناره العموميه او الاناره ديال المحلات بالمركب التجاري سوق الاحد. سبق لينا في نهار 19 ماي 2025 جلسوا الساده رؤساء الجمعيات مع السيد نائب الرئيس
مكلف الاسواق يعني النائب الاول سي مصطفى بودرقه. جلسنا معاه، يعني تحدثنا، كان واحد الاجتماع، كان اجتماع يعني تبادلنا فيه واحد المجموعه ديال يعني المشاكل اللي كاينه في المركب التجاري سوق الاحد. ابرز هذه المشاكل كما قلت هو المشكل ديال الاناره، سواء كانت اناره عموميه او كانت اناره ديال المحلات. كنا تكلمنا كذلك على المشكل ديال النافورات اللي ما خدامينش. تكلمنا على يعني دوك الحاويات ديال الازبال، الاناره الخارجيه ديال المركب التجاري سوق الاحد، واحد المجموعه ديال النقاط اللي تكلمنا عليها. السيد الرئيس يعني بدا واحد يعني واحد الاهتمام يعني بالشكايه ديال الساده رؤساء الجمعيات. كذلك اعطانا يعني واحد الوعد ان هذه المشاكل غادي يعني نلقاو لها حلول يعني تدريجيه. واعطانا وعد اننا قبل ان شاء الله من نهايه السنه ان هذه المشاكل ان شاء الله ما غاديش يعني كلهم، ولكن غادي ينقصوا تدريجيا. كنتمناو ان السيد الرئيس يعني يتفاعل معنا ايجابا ويوفاو معنا بالوعود ديالو، باش المركب التجاري يوصلوا للصوره اللي كنتمناوها كمغاربه واللي كيتمناها جلاله الملك الله ينصرو. المركب التجاري راه واحد القبله ماشي ما كايناش في العالم كله، وما كايناش في يعني في جميع الدول. المركب التجاري سوق الاحد كاين في المغرب، وكاين بالضبط في مدينه اكادير، في قلب المدينه ديال اكادير. المتنفس ديال المدينه هو سوق الاحد، القبله ديال الناس ديال اكادير او الناس ديال المغرب او حتى الناس الاجانب راه هي سوق الاحد. ومن هذا المنبر هذا كنشكرك الاخ ابراهيم، وشكرا مره اخرى. زوينه مرق زوينه، مرق زوينه، سله خد زوينه زوين مبروك ياك الله.